الزملاء في إذاعة أبو ظبي. تنطلق المباراة عزيزي المشاهد كما ذكرت، برشلونة في الجهة اليمنى من الشاشة، وكما جرت العادة في كأس الملك الإسباني برافو لا يشارك تير شتيغن الألماني. ألفيس الذي يعرف فريق نادي إشبيليا لأنه هو الفريق الذي قدم لكرة القدم الإسبانية بيكي ماسكيرانو جوردي لحقيقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وبالتالي مع مدربه الذي الآن يقابل برشلونة ويريد أن يضيف لقبا سادسا. هذه خطيرة، فرصة للأمام إلى جاميرو، فرصة لعله التهديد الأول في نهائي كأس الملك الإسباني. كانت هذا أوناي إمري، هذا الرجل اللي كنا نتكلم عن حقيقة ما قدمه. تصور ذلك، يعني لا يحدث ذلك لفريق في سابع الترتيب في الليغا، ولا فوز لنادي إشبيليا خارج أرضه في بطولة الليغا. هذه محاولة من جانب انيستا للأمام، سواريز سدود، أوه كرة في منتهى الجمال. هذا لويس سواريز لما اشتراه جرونجن من ناسيونال مونتفيديو، تصوروا مقابل كم عزيزي المشاهد؟ 800,000 يورو فقط في عام 2006. بعد ذلك بعام واحد في 2007 باعه لأياكس أمستردام مقابل كم؟ 7.5، ولكن يسترجعها بعد ذلك انيستا. تعود مرة أخرى خطيرة لفيتولو، مرور جميل، خطيرة، فرصة لكن بتضيع، فرصة في المكان الخطير بالفعل، ولا زال إشبيلية خطير، والكرة تأتي العرضية الآن وشتيغن يبعد الكرة الماضية، ولكن تحولت إلى ميسي، يسترجعها فريق نادي إشبيلية. في هذه المباراة الآن لدينا مباراة نهائية هي 13 التي تلعب وتنظم هنا في فيسنتي كالدرون. الكرة كانت ولا زالت، ولكن حالة التسلل، ساعد الحكم متأخر مو بثانية ولا بدقيقة، متأخر بسنة في رفع الراية. شوف حتى الآن ما رفع الراية، لا هذه ما حتى الآن ما رفع الراية، حتى الآن ما رفع الراية، وحتى الآن ما رفع الراية. رفع الراية بعد ما أبعد بقبضة يده اليمنى حارس المرمى بتير شتيغن. طبعا هذا هو اللاعب الجيد إيبورا، اللاعب القادم من ليفانتي كما ذكرت، فريق حقيقة يأتي بلاعبين من أندية مغمورة. كان في روسيا ولكنه منذ 3 سنوات مدربا، وقدوم الآن أعطى الفريق الكثير. هذه كرة باتجاه بوسكيتس، سدد جميلة. أنا قبل شوي أقول ما يسجل، لا داني ألفيس وليس بوسكيتس، داني ألفيس هو اللي سدد. داني ألفيس ألقاب 30، 4 مسابقات، 4 ألقاب للكاس، استقبل الكرة بصورة جيدة، سدد بعد ذلك، والمحاولة اللي خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. فيتولو، هذه خطيرة، كاميرو وصافرة خارج منطقة الجزاء. احتجاج أندلسي كبير، وحكم المباراة يأتي بالطرد، طرد على برشلونة، طرد على برشلونة. على مين؟ على ماسكيرانو هو اللي مسك جاميرو، ماسكيرانو هو اللي مسك جاميرو، شدة، وبالتالي حالة انفراد. آخر لاعب، القرار سليم من حكم المباراة السيد جراندي هو اسمه كارلوس جراندي، لكنه يتخذ قرار بالفعل يبدو لي. شوف نعم الشد موجود لأن جاميرو مزعج، قصير وماكير وخطير كذلك، بالتالي ما كان أمام الأرجنتيني ماسكي إلا أنه يمسك بالفانيلا. ارتكب الخطأ في هذا المكان أمام لاعب سريع ما كانت عنده حلول كثيرة، وبالتالي يرتكب الخطأ في هذا المكان ويأتي الطرد، والطرد يأتي مبكر عزيزي المشاهد، يعني على برشلونة أن يكمل 7 دقائق من عمر الشوط الأول ب10 لاعبين، وعلى برشلونة بعد ذلك أن يلعب المباراة في شوطها
الثاني. 45 دقيقة بالتمام والكمال ب10 لاعبين. والآن الفريق المنتعش، الآن الفريق اللي معنوياته لأنه يملك ضربة حرة مباشرة تماما خارج منطقة الجزاء، ولأنه أيضا يملك الأفضلية العددية في هذه المباراة الآن، لأنه متقدم طبعا بالعدد ولديه ضربة حرة مباشرة. الفريق اللي يقابل الكبير الآخر برشلونة ناقص العدد. خروج لاعب مؤثر جدا بقيمته. هذه كرة ملعوبة ولكنها أيضا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية من جانب بانيجا الذي تقول ماركا أنه يسدد الكرة كالألماني ويلعبها كالأرجنتيني ويسترجعها كالإيطالي، مع أنه عرف في كرة القدم الأوروبية في إسبانيا، لكن ماركا الإسبانية ما قالت ولم تصف بحقيقة وصفة إسبانية. هذه محاولة كانت عالية وللأمام، وقد وصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب اللي معانا في الصورة الدولي الفرنسي عادل رامي في الكرة. جميلة الكرة الماضية، نعم، ملعوبة بصورة راقية، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. وتير شتيجن الحارس الألماني الذي أبعد. هذه النظرات من جانب بانيجا. أجواء خيال ذهبية في تاريخ البرازيل في دورات الألعاب الأولمبية. تصور عزيز المشاهد وتصور معي يا لويس أنريكي أن البرازيل هذه اللقطة الوحيدة اللي ما تكلم فيها معنا. وهنا النظرات تأتي الآن من جانب الكبير أيضا ماسكيرانو خارج أرضية الملعب ب10 لاعبين. يلعب فريق نادي برشلونة كرة عالية وللأمام خطيرة الكرة الراسية الماضية. ياهي رؤوس تتطاير أمامي مباشرة عزيزي المشاهد عندما تكون الكرة لهذا الفريق أو لذلك الفريق في المباراة النهائية المثيرة جدا حتى الآن. البارسا طبعا فاز بالثنائية 4 مرات. 1912 و1913 كانت الثنائية الأولى، الدوري وكاس في 25. اسبانيا ليس بالفريق الكبير، وبالتالي يقدم هذا اللاعب الذي يظهر بصورة كبيرة جدا الآن مع فريق نادي إشبيليا. لدينا محاولة عن طريق نيمار 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 وميسي سدد إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. نيمار في الكرة الماضية يظهر بصورة جيدة، نعم، ويهدي الكرة إلى ميسي في المكان المفضل. سدد الكرة لكن زحمة أقدام المدافعين للفريق الأندلسي تبعد خطورة الكرة الماضية، نعم، إلى ضربة ركنية. لا زلنا ننتظر الهدف رقم 362 في المباريات النهائية لكأس الملك الإسباني. ضربة ركنية عالية وللأمام، وصلت الآن إلى بوسكس، نقلت للأمام وفيها مرتدة كبير سريعة 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 للسريع، لكن أيضا التغطية تأتي بصورة ممتازة من جانب داني ألفيس عن طريق هذا داني ألفيس عفوا. حكم المباراة الآن يأتي ويعلن نهائي بإدخال المدافع ماثيو وإخراج لاعب وسط، واللاعب الذي وقع عليه الاختيار لأن يخرج من الشوط الثاني هو هذا اللاعب راكاتيتش، اللاعب السابق لنادي إشبيليا، واللاعب الذي بالتالي يخرج من أرضية الملعب ويدخل المدافع الفرنسي جيريمي ماثيو في اللحظات الماضية من عمر طبعا وبداية الشوط الثاني من هذه المباراة. يبدأ الشوط الثاني بمحاولة الآن لفريق نادي إشبيليا ومنها الضربة الركنية الأولى، وهذا اللاعب الذي يلعب مباراته الأخيرة بقميص الفريق الأندلسي يريد أيضا أن يترك الملعب وأن يترك إسبانيا ربما ببطولة أخرى. الكبير هنا بانيجا عنده 4 بطولات يتمناها الخامسة، ولديه مسابقة بطولة كأس الملك الإسباني سابقا أيضا عندما توج مع فريق نادي فالنسيا. الكرة من ضربة ركنية عالية وللأمام لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أحداث الشوط الأول ربما خلت من الأهداف لكنها جاءت بحالة طرد. سيناريو الشوط الأول مباراة متكافئة جدا عن طريق أنيستا، نقل الكرة تعود مرة أخرى لأنيستا وكرة جميلة خطيرة، لكن حالة تسلل على نيمار في الكرة الماضية، وبالتالي نعم نيمار في وضعية التسلل.
اللاعب البرازيلي ربما الأقرب لأن يحطم أرقام ورقم الملك بيليه في عدد الأهداف المسجلة في المنتخب البرازيلي الكرة الماضية. هذه لعبة طبعا ميسي الشوط الثاني من المباراة. الحسابات في كأس الملك الإسباني، قال لجيرار بيكي وقال له أنت ضعيف على أن تكون مدافعا، لكن الآن واحد من خيرة المدافعين في العالم. هذه نظرة لم تكن صائبة على الإطلاق من جانب الرجل الذي يبدو أنه لن يدرب المان يونايتد في العام القادم. خطيرة، كرة في منتهى الخطورة. هذه أخطر كرة في المباراة، أخطر كرة في المباراة النهائية كانت من إيفر بانيجا. كاد أن يأتي بهدف وداعي مؤثر لفريقه طبعا إشبيلية. مباراة الأخيرة يريد أن يترك فيها الانطباع الجميل وكاد أن يفعل ذلك في الكرة الماضية. كرة قوية من جانب إيفر بانيجا، مرت بين الكل، اضربت في القائم الأيمن وكادت أن تهز الشباك لبرشلونة، ولكنها وصلت وبعد ذلك أبعدت، وهي أخطر ما في المباراة على الإطلاق عزيزي المشاهد. بينما البطولة الثانية هكذا يأمل في هذا الموسم فريق إشبيلية بعد بطولة المدوية في اليوروب ليج، وبالتالي نحن امام بطلين في كرة القدم الاسبانية. محاولة من جانب البديل لبرشلونة، ماثيو نقل الكرة باتجاه لويس سواريز، لا زالت الكرة لبرشلونة عن طريق ميسي في المكان السريع، ياتي بالعرضية جميلة وخطيرة وفرصة جميلة والكرة تبعد ولا زالت، لكن الخطأ يحتسب. سلامات ان شاء الله تعالى، لان حقيقة طريقة طلب اللاعبين وحكم المباراة للجهاز الطبي، لكن سليم مشافى معافى. الكرة اللي كان فيها اشتراك والكرة اللي كان فيها حقيقة كرة مشتركة شوط ثاني من المباراة. هذه لعبة ميسي العرضية، بعد ذلك جاءت من جوردي ألبا، وهنا الاصطدام ما بين طبعا اللاعبين. الحديث هنا يعني مؤلمة جدا. ميسي أيضا مع المدافع كاريخو البرتغالي، كاريخو أمام ميسي. سلامات لميسي، مؤلمة جدا حقيقة. لا زال ميسي واقعا في أرضية الملعب، ولا زالت المباراة عزيزي المشاهد مستمرة، ونحن الآن في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني. ميسي لا زال في واحدة من تعاريف العبقرية أنه الشخص الذي يفكر عكس المتوقع، شخص يفكر عكس المتوقع. هذه واحدة من تعاريف العبقرية، ولا شك أن هذه الكلمات. وهنا أيضا إصابة لويس سواريز. ما الذي حدث لبرشلونة؟ حالة طرد على ماسكيرانو. إصابة ميسي في بداية الشوط الثاني، إصابة الآن تبدو أيضا غريبة بعض الشيء لويس سواريز في اللحظات الماضية. ورافينا يبدو بأنه اللاعب الذي سيتقدم الآن، وميسي يعتقد أنه يطلب الآن العودة لأرضية الملعب. وفي المقابل لدينا هذه الأصوات الهادرة من مدرجات وحكم المباراة السيد جراندي مرة أخرى أيضا يطلب هذه اللعبة الماضية هنا التي كانت العرضية التي أرسلت. طبعا هنا كانت ربما بداية الإصابة، واعتقد ولا يتمنى أحد ذلك أن يخرج اللاعب لويس سواريز، لكن هنا حقيقة ولاحظ هنا زوجة ميسي والابن تياغو يحضرون طبعا ويتابعون، والعاطفة دائما تقول بأن الزوجة وبأن الابن دائما يفكرون أولا في سلامة الوالد، في سلامة النجم الكبير، وبعد ذلك طبعا يفكرون في أن يعود برشلونة من هذه الموقعة الكبيرة إلى كاتالونيا حاملين اللقب 28. حتى هذه اللحظة عزيزي المشاهد إصابة، يترك أرضية الملعب، وكما يقولون المصائب لا تأتي فرادى. هذه لحظة استلام الكرة والدوران بعد ذلك. أعتقد الإصابة حدثت في هذه اللعبة. هذا ما حدث بعد موسم طويل جدا مرهق جدا. هداف الليغا لويس سواريز يترك أرضية الملعب، والبديل هو رافينا. هذا تبديل ايضا اخر لم يكن يتمناه. شوف التبديلين اللي اجراهم من اصل 3 تبديلات مدرب فريق برشلونة لويس انريكي ما كان يتمناهم على البولندي. نعم كريستيو فياك
ولا زالت المحاولة للفريق الأندلسي، ممكن يسدد لكن ما فضل التسديد، فضل إرسال الكرة الساقطة باتجاه جاميرو عند حارس المرمى الألماني تير شتيجن. هنا في فيسنتي كالدرون توج مرتين وخسر مرتين، وبالتالي يتمنى أن تأتي الخامسة بالثالثة. وهذه كرة خطيرة، لا زالت خطيرة، التسديدة، الكرة تذهب إلى ضربة ركنية. قد يندم حيث لا ينفع الندم، حيث لا مجال للندم. قد يندم فريق نادي اشبيليا على ضياع هذه الفرص المتاحة وهذه الكرة الماضية اللي كانت من كاريخو، المدافع اللي تقدم وسدد واصطدت في المدافعين. وعندنا ضربة ركنية عزيزي المشاهد لفريق نادي اشبيليا. اللون الابيض في هذه الامسيه يتفوق على برشلونه. خطيره الكرات الماضيه، وبرشلونه حقيقه يدافع، ولعلها من المباريات القليله التي نشاهد فيها الفريق الكبير برشلونه مدافعا. هنا الامور تكون مختلفه عزيزي المشاهد. هو يتقدم الان الى ضربه حره مباشره. يا ما سجل ليونيل ميسي، وميسي بالمناسبه عنده من الاهداف في كاس الملك الاسباني 39 هدف في 54 مباراه، وانذر 11 مرة، وكانت مباراة الأولى خسارة مفاجئة 0-1 أمام جرامانيت في 2000، وبالتالي كانت مع ريكارد في 2006. لكنه الآن يتقدم بضربة حرة مباشرة، وهنالك الكثير من الخوف والهلع عند مدافعي وحارس مرمى فريق اشبيليا الشاب الصغير ريكو، لأنه أمام الكبير. الكرة موجودة، والكرة بعد ذلك في احضان حارس المرمى ريكو الذي ليونيل ميسي عن طريق اللاعب اللي عنده الكرة، اللاعب البولندي كريشو فياك في الجهة اليمنى. محاولة عن طريق بانيجا، لكن وصلت إلى انيستا. يفعل كل شيء في هذه المباراة لفريق نادي برشلونة في المرة الأولى. إلى ميسي، هذه جميلة، هذه خطيرة، مرور وصافرة خارج منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء. وياتي القرار بطرد على بانيجا. ما في حد احسن من حد في المباراة النهائية. طرد على ماسكيرانو الارجنتيني، وطرد على الارجنتيني ايفر بانيجا، وبالتالي تنتهي قصة جميلة لبانيجا في الأندلس، قصة كان فيها العطاء وكانت فيها الإنجازات. ولاحظ الكرة الماضية، العرقلة موجودة بالمناسبة، والقرار سليم، وضربة حرة مباشرة تخيف كثيرا عشاق الفريق الأندلسي، لأنه يحتاج الآن في مكان خطير وأمام لاعب بقيمة ميسي، وبالتالي حالة الطرد المستحقة. نعم، لأن نيمار كان في وضعية انفراد، وما كان ينطبق على ماسكيرانو نستطيع القول أنه ينطبق على بانيجا، وبالتالي حالتي طرد مستحقتين في هذه الأمسية المثيرة عزيزي المشاهد. ضربة حرة مباشرة الآن، الضربة الحرة المباشرة حاضرة الآن، وليونيل ميسي ونيمار موجود. ميسي ونيمار، الأقرب أعتقد أنه نيمار، وميسي موجود، والترقب الكبير. الكرة تلعب وخطيرة، ولكنها بعد ذلك إلى ضربة ركنية. شوف، كنا نتكلم عن ضغط رهيب من اشبيليا على مرمى برشلونة. تغيرت الصورة، أصبح الضغط برشلونيا، وأصبح الفريق الذي يدافع هو الفريق الأندلسي، وأصبحت الكفة متكافئة متساوية بعد حالة الطرد على بانيجا. هذه كرة من ضربة ركنية تلعب الآن، ولا زالت داخل منطقة جزاء فريق نادي برشلونة. تلعب نعم باتجاه بكي، التسديدة تصطد في المدافع وتصل الآن إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. مباراة نهائية، حالتي طرد هنا وهناك، وأكثر من حالة إنذار وبدون أهداف. ما جرت العادة كذلك في السنوات الماضية، لكن لدينا ضربة ركنية الآن. ضربة ركنية، الدقيقة الرابعة من أصل 5 دقائق.
وبالتالي تقترب الامور. الكره الراسيه من جانب ماثيو اللي لعبها بالفعل بالراس، وصلت الان عند حارس المرمى. هذه الكره الماضيه، هذه كره ميسي، وهنا العرقله، ولا خلاف اطلاقا على ان حاله الطرد كانت مستحقه على اللاعب الارجنتيني المبدع بانيجا في الكرات الماضيه. هذه محاوله خطيره، وكره تصل الان لحارس المرمى. يعني المخرج جالس يعيد لقطة وحالة انفراد كانت قريبة جدا من الوصول إلى الشباك، وفي إنذار على إيبورا، في إنذار على إيبورا بعد تدخل مع حارس المرمى الألماني تير شتيجن. يعتذر طبعا إيبورا. أنا شخصيا ما عديت الكروت الصفر، لكن مو أقل من 5 كروت صفر، 6 كروت صفر مثلا، حالتي طرد مباراة على مستوى. لحظة تدخل نعم موجود، وبالتالي لعبة عنيفة كانت على الحارس الألماني. وبالتالي الكرة الآن باتجاه انيستا. كلما اقتربت المباراة من اللحظات الأخيرة كلما كانت ركلات الترجيح أقرب، وكرة خطيرة. جول جول! جوردي ألبا يأتي من الخلف ويضع برشلونة في المقدمة. جاء من الخلف ووضع برشلونة في المقدمة. يتقدم برشلونة في الوقت الإضافي الأول. عزيزي المشاهد، هدف لبرشلونة يسجل بعد لعبة. شوف ميسي لما يناظر، انتهت الأمور، خلاص انتهت الأمور. جوردي ألبا واجه المرمى، طريقه كان سهل، ما كان صعب، وضع الكرة ما كانت قوية ولكنها كانت عرضية زاحفة ماشية تعرف طريقها تماما للمرمى. بالتالي جوردي ألبا ربما الكثيرون كانوا ينتظرون سواريز او نيمار او ثالث الMSN اللي هو ميسي، ما سجل لا هذا ولا ذاك ولا ميسي اللي سجل جوردي ألبا. وبالتالي اهدى هذه الكرة من ضربة حقيقة حرة مباشرة ملعوبة الان، وصلت الى عادل رامي، تلعب تنقل عالية. ثقافة الفوز ربما عند برشلونة في المباريات النهائية. هذه مرتدة الآن إلى ميسي، الآن إلى ميسي. أوه، حلوة الفكرة أيضا، لكن التنفيذ يا بوتياغو، التنفيذ يا ليونيل ميسي في الكرة الماضية. بالتالي الفكرة جميلة، لكن التنفيذ كرة عالية كانت إلى خارج أرضية الملعب. الدقيقة رقم 100 بالتمام والكمال، وبالتالي أمامنا 5 دقائق على الوقت الإضافي الأول. عزيزي المشاهد، تقترب الأمور أكثر فأكثر، والصورة تتضح الآن شيئا فشيئا. لابد أن تكون مميز، ولذلك هذه العبارة لا يأتي العظماء عبثا. ضربة حرة مباشرة. لاحظ الانذارات، نعم كما ذكرت 9 كروت صفراء، 5 على اشبيليا الان، 4 على برشلونة. حالة طرد هنا وهناك نهائي على مستوى الاهداف. لم تكن الاهداف حاضرة بالشكل المعتاد، لكن هدف حتى الان كافي للفريق البطل لان يدافع عن بطولة. ضربة حرة مباشرة ملعوبة وتصطد وتبعد من جانب المدافع، وتعود مرة اخرى الى ليونيل ميسي عند حارس المرمى تير شتيجن. هتكون مثلا رابع القاب فريق نادي برشلونة في الموسم، هذا وارد بشكل كبير. الآن تحتفل منذ الآن ولا زال في الوقت وقت عزيزي المشاهد، 14 دقيقة على الوقت الإضافي الأول ليس إلا، وبالتالي نحن أمام وقت إضافي ثاني. كرة خطيرة ملعوبة، وجيرر بيكي اللي مقدم مباراة ممتازة كاد أن يأتي بهدف لو سجل لربما كان بمثابة الطلقة التي تنهي بالفعل كل أمال فريق نادي إشبيليا. كرة راسية جميلة، وريكو الدوري الإسباني أبعد الكرة الماضية بقبضة يده اليسرى وحولها الآن إلى ضربة ركنية. هذا بيكي،
كرة من جانب انيستا، محاولة من جانب قوية، جول خطيرة لا زالت، والتسديدة بعد ذلك تبعد. كرة قوية جدا من جانب داني ألفيس، شكلها لما اصطدت في حارس المرمى انها هي ذاهبة الى الشباك. داني ألفيس ضد فريق السابق، كرة كانت في منتهى القوة بالفعل من طبعا محاولة للبرازيل الكبير الذي يستعد لأن يكون وأن تكون بطولة 31. هذه كرة تلعب للأمام الآن عزيزي المشاهد عن طريق بيكي. أصبح برشلونة الفريق الأفضل بعدما تقدم وبعد أن طرد أيضا وهذا ليونيل ميسي، وستكون بطولة 28 عزيزي المشاهد، وستكون بطولة 4 على مستوى كأس الملك الإسباني. هذه الأرقام تماما يملكها انيستا، يعني انيستا وميسي يشتركان في هذه الأرقام. هنا محاولة فيها مرور لكن طالت الكرة الماضية ووصلت الآن إلى ضربة مرمى، وبالتالي ضربة مرمى وضع طبيعي جدا أن فريق نادي إشبيلية ينفذ كل كرات الثابتة بسرعة كبيرة. في محاولة الآن لأن الوقت أمر هذه المباراة يفصل برشلونة عن تتويجها 28 بعد مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة لهذا الكبير اللي عنده الكرات الآن. انيستا في المكان السليم، مر بصورة ممتازة. الله 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 يا جماعة، المباراة الآن والمباراة النهائية هي مباراة انيستا. الكرة في هذه الأمسية إن توج برشلونة فإنه يتقدم ريال مدريد اللي كانوا حتى ما قبل هذه المباراة متعادلين في الدوري والكاس. في الدوري والكاس عند الريال، الدوري وكاس 51 عند برشلونة. هذه كرة، هذا جول، انتهت الأمور. برشلونة بطل، البرسا بطل، والابتسامة لبرشلونة. وكتالونيا في هذه الأمسية لن تعرف طعم النوم. انتهت الأمور في مدريد، وبرشلونة عزيزي المشاهد في الأوقات الإضافية ضرب بقوة ومرة أخرى اللمسة السحرية تأتي من ليونيل ميسي. صنع الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، صنع الفرحة الأولى وصنع الفرحة الثانية، وبالتالي ميسي يقود فريقه إلى بطولة أخرى في تاريخ هذا الفريق الكبير. أنا كنت أتكلم بأن في هذه الأمسية برشلونة فرق عن ريال مدريد، لأن الفريقين في موضوع الدوري والكاس حتى ما قبل المباراة